السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتور عبد الوهاب رأفت، أستاذ جراحة الأورام بالمعهد القومي للأورام جامعة القاهرة. استكمالا عن حديثنا عن أورام المثانة البولية، النهاردة إن شاء الله في الفيديو هنتكلم عن خطة علاج الأورام العميقة في المثانة البولية، اللي هي الأورام المتوغلة في العضلات. أول حاجة بنعملها لازم نحدد مرحلة الورم، وده بيبقى عن طريق أشعة مقطعية بنعملها على الرئة والبطن والحوض بالصبغة الوردية. بنحدد المرحلة هل هي مرحلة أولى ولا ثانية ولا ثالثة ولا رابعة. بالنسبة للأورام المرحلة الأولى أو الثانية أو الثالثة بندي جرعات كيماوية حوالي من 3 ل 4 جرعات، وبعد كده بنجري العملية الجراحية اللي بتبقى في صورة استئصال كامل للمثانة البولية والغدد الليمفاوية اللي في الحوض. أما لو الورم لا قدر الله من المرحلة الرابعة وفيه ثانويات موجودة في الرئة، فالعلاج بيبقى عبارة عن علاج كيماوي لحين اختفاء الثانويات اللي موجودة في الرئة، وبعد كده ممكن نجري العملية الجراحية. تابعوني في الفيديوهات الجاية عشان نتكلم ماذا بعد استئصال المثانة البولية، هل هيبقى فيه تحويل بول ولا مفيش تحويل بول، وربنا يتمم شفاكم على خير.